معلمي. الحاجة دي حسابها فين؟ عايز من ايه؟ مالك يا عم؟ مالك بالبت عايز من ايه؟ مالك بالأمورة دي عايز من ايه؟ انا عايز الفلوس بتاعت الحاجة دي يا استاذة. انا مش عايز فلوس انا مش عايز فلوس. طب يا عم هي مش معاها فلوس، انت هتحاسبها بالعافية يا جماعة. مش عارف انا، ما تحاسبهاش يا عم. ما تحاسبيش انت على الصورة خلاص. انت ما تحاسبيش، انت ما ينفعش تحاسبي. يعني طريقتك العسل دي ما ينفعش تحاسبي. هي ما تحاسب ماشية، ما تحاسبهاش. الحساب عندنا. ازاي معكيش فلوس؟ طب انا عايز حسابي انا دلوقتي. انا مش معايا. طب ايه الحل؟ طب هتحاسبيني بكرة؟ خلاص سيبها يا عم، والنبي سيبها عشان خاطري. معايا ربك سيبها. لا. طب يعني فتحت العصير ليه؟ هات الكلب يا عمر. بس لو جبت كلب اللي ما بيحاسبش الكلب بيعضه. طب دلوقتي حسابك كام؟ هتحاسبيني بكرة؟ مين يابا؟ احنا بنخاف ولا ايه؟ انت فاكرنا بنخاف ولا ايه؟ اهو الكلب جري بقى. شوف الكلب اللي انت جبت، اهو الكلب خاف منها وجري. حسابك كام؟ هتحاسبيني بكرة؟ مش معايا فلوس. انت حسابك كام؟ 210. حسابك 10. 10. طب حاسبيني. اديله 10 جنيه. انا مش معايا. انا مش عايز فلوس انا. يا جدعان خلاص بقى انتوا زهقتوا بقى البنوته بقى. خلاص يا عم، هي قالت لك مش معاها فلوس، هي حره يا عم. هقول لك على حاجه وخليك حلو كده، هات كيس من شوكولاتات وبسكوت وعصير واديهولها وخليها تمشي. مالكش دعوه بيها يا عم. هي مش معاها فلوس سيبها بقى. الله بقى انا مش عارف اعمل معاها ايه دي بصراحة. يعني انت حسابك 10 جنيه طيب. عمر هيدفع.